انت مستني حاجه تنزل اهو. انا كل نمره هنزل عيل هخس. ده راجع من شغله متنرفز، تاني جت جنبه تقول له ايه اللي مضايقك؟ الحمار واتسرق فيه ايه بقى؟ لا اسكت يا وليه، انت عارفه ان المرتب ما بيكفيش، يا دوبك اللي هي بتقعد يوم 5 في الشهر بالعافيه، احنا هنعمل جمعيه صغيره مع بعض، كل يوم الصبح وانا نازل الشغل هبوسك بوسه واحط جنيه في الحصاله، اخر الشهر هنلاقي في الحصاله 30 جنيه ينفعوا، قالت له ماشي، كل يوم الصبح هو نازل صباح الخير مراتي حط جنيه في الحصاله، تاني يوم صباح الفل يا حياتي حط جنيه في الحصاله، اخر الشهر دفع الحصاله لقى 90 جنيه، لا خدها يا ولد. انا كل يوم في بوسه وبحط جنيه، اخر الشهر لازم الاقي 30 جنيه مش 90. قلت له الاستاذ اسلام اللي فوقينا عجبته الجمعيه دخل باسمين. سقفت يا اسلام. لو انت جاي معايا ما دي كده هنخش معانا الدور الرابع. عم تسوق في الشارع مش ولا صار شويه يا سيدي. قالت له يا اخويا اللي ممكن سبق مني وجوزي هيفتح لي. قال لها البوك كان فين البوك ده؟ قالت له في صدري. اتضايق منه عشان ما يفوقش. لو كنت عارفه انه هيسرق لا المصلع نايم جنب مراته وابها جت على الصلع قالت له ايه يا حسن انت اصلع راح للدكتور بيقول له يا دكتور الصلع ملهاش علاج. قال له ليها